السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخدنا طبعا المحاضرة اللي فاتت. عرفنا ايه الريفينيو ترانزاكشن. تمام، عرفنا ان الريفينيو ترانزاكشن لما هعمل هيسمى معايا في البالانس شيت والانكم ستيتمنت. عرفنا طبعا ان هو سمى معايا في حساب الكاش، في حساب البنك، في حساب الاكونت ريسيفبل لو انا هبيع على الحساب. سمى معايا في حسابات برضو انكم ستيتمنت، فود كومبلمنتري، فود ديسكاونت، فود ريفينيو، كريدت كارد، انكم ستيتمنت، بافريج. تمام. على حسب المجال اللي احنا بنكون شغالين فيه، على حسب كمية الترانزاكشن اللي بتكون خاصة بالريفينيو. يعني بيكون مطلوب من الإدارة منك إن أنت تعمل ترانزاكشنات كتيرة وتعمل ليهم بقى أناليسيز للمبيعات وقصة كده يعني. تمام، فكل ده إن شاء الله مع الوقت هنعرفه يعني. طيب دلوقتي هنفترض إن أنا طلب مني بقى إيه الخطوة اللي بعد كده، إن أنا أعمل الإنكم ستيتمنت. تمام، على نفس المثال ده، هو مثال عادي بس واحدة بواحدة كده هنبتدي بقى إيه، نكبر بقى الأمثلة لما نعرف بقى الإكسبنسز والرنت والسالاريز والأكروالز والحاجات دي. هنبتدي بقى نعمل إيه الإنكم ستيتمنت بشكل بقى إيه أوسع. تمام. طيب دلوقتي أنا هكتب هنا مثلا إن دي إنكم ستيتمنت، فهكتب الأكونت ديسكريبشن. تمام. على فكرة الانكم ستيتمنت بتكون فيها مقارنات، يعني بتكون انت عامل مقارنة كده، عمود الكرنت يير مع البريفيوس يير، الفاريانس ده زاد ولا ناقص، ولو انت عندك بادجت. فاحنا بقى ايه يعني، الكلام ده طبعا للناس اللي هي لسه بقى بتبتدي، فممكن يكون بالنسبة لهم الكلام لسه جديد يعني. تمام، فمع الوقت ان شاء الله هنظبط الحاجات دي كلها. طيب دلوقتي انا ايه، نفترض ان انا هعمل اكونت ديسكريبشن. تمام، وهكتب هنا بقى ايه التوتال اماونت. حلو. دلوقتي بقى ايه اللي حصل؟ هبتدي بقى اكتب الاكونت ديسكريبشن. انا قلت هبدأ فود ريفينيو. تمام، وكنت عندي فود كومبلمنتري اللي هو ده، وكان عندي الفود ديسكاونت اللي هو ده. تمام. طيب الفود كومبلمنتري انا قلت لازم بشرط هو عشان كريدت فهيطلع عندي اوتوماتيك على السيستم. الحسابات دي كريدت. تمام، انا دلوقتي عندي الفود ريفينيو يا باشا هنا كان ب1800. تمام. حلو. عندي الفود كومبلمنتري هنا كان بكام؟ ب1500. وكان عندي الفود ديسكاونت ب100. تمام، فانا كده عندي هنا النت فود ريفينيو بكام؟ ب2400. دي بقى ده الفود اللي هنخليه اسمه جروس فود ريفينيو. حلو الكلام ده، كده اول جروب معايا. نكتب هنا بس هنكتب هنا income statement 31/3/2024. تمام، وهنا تمام. الجروب التاني اللي هو ايه اسمه delivery food revenue. تمام. الدليفري فود ريفينيو، سوري معلش المفروض انا اشيل الماينس ده. تمام. هنا الدليفر فود ريفينيو كان هنا عندي 900 جنيه. تمام، فطبعا انا ما كنتش حاطط ديسكاونت. ما كنتش حاطط ديسكاونت، فانا نفترض ان انا برضو ايه هعمل هنا حرف التي.
discount، وليكن الديسكاونت اللي أنا كنت عامله بكام؟ مثلا ب100. فأنا هنا دي هتكون 100 معايا. تمام. اسمه الحساب ده اسمه food delivery revenue discount. تمام. فأنا هنا عندي النت فود النت ديليفري فود ريفينيو طلع بكام؟ ب800. تمام. طيب الجروب التالت كان معايا اللي اسمه بيفريج ريفينيو. ما كانش عندي ديسكاونت ليه، فانا ايه حط على طول اساس ان هو ده نت بيفريج ريفينيو كان بكام عندي؟ النت بيفريج ريفينيو عندي كان ب100 برضه. تمام. طيب سوري. طيب دلوقتي بقى ايه اللي اخر واحدة اللي هي كانت اذر؟ كانت الاذر الاذر سيرفيس هنا ب100. حلو الكلام كده. يبقى انا كده عندي توتال النت ريفينيو. لو انا جيت هنا مثلا جمعت الارقام دي مع بعض زي التأكيد، كان عندي 1800، شلت منهم 500 و100 وزودت عليهم 100 و100 و900 وشلت 100 يبقى 2200. تمام. خلينا هنا أشوف الناتج بتاعي 1200 800. تمام كده أنا ماشي صح. حلو الكلام. فهاجي هنا إيه، هاخد مجموع ده كله 2200، هسمي ده بقى إيه؟ النت ريفينيو. تمام. ده بقى اللي هو إيه النت ريفينيو بتاعي. فكده أنا عرفت أعمل income statement من المعطيات اللي عندي. هي طبعا الشكل بسيط، بس يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. ان انا لو عندي فود كومبلمنتري لازم اضيفه هنا الاول، بحيث ان انا لما اطرح دول يديني النت برضو. يعني ما ينفعش ان انا هنا مثلا اقول ايه ان انا كان بس عندي 1000، مش هينفع. لازم اضيفهم بعد كده ارجع اشيلهم عشان يديني النت. كل الكلام ده انا عملته هنا برضو. يعني انت جيت هنا شفت ال900، لا ما كانش فيها، فالمفروض انا كنت ضفت برضو هنا 100. تمام. فهي دي الفكرة. الفكرة دلوقتي ان انت عندك النت ريفينيو لما تيجي تكمل هيطلع لك هنا في البنود اللي احنا هنشوفها بعدين، لان كل بند وليه معطيات. يعني مثلا الفود كوست بجيبه ازاي؟ بجيبه من مخزون اول المدة، البيجيننج انفنتوري، بجمع عليه البرشيزز during period، بطرح منه الستوك اللي بيكون موجود في الاوتلتس او في المكان اللي انا هاجرده. تمام.